لما تيجي تعمل لحد كوباية شاي وتسأله عايز كام معلقة سكر، يقولك نص معلقة. بس انت شخص كريم وعايز تعرفه انك كريم وبتحبه وبتقدره، فتقوم تحط له ايه؟ 3 معالق سكر، وكل ده بحسن نية، ما انت بتحبه وبتقدره. وتروح تقدم له كوباية الشاي وانت فرحان ومبسوط وحاسس انك بتديله احلى ما عندك. فتلاقيه اول ما يدوق كوباية الشاي يكشر ويتضايق، ويمكن كمان يقولك ايه القرف ده. ولو طلع ذوق هيكتفي بانه يتحجج كام حجة عشان ما يشربش كوباية الشاي ويسيبها. بس انت تتضايق، ازاي ما قدرش اللي انت عملته له؟ ويمكن كمان تشوفه ان الشخص ناكر للجميل وتلومه لانك اديته اكتر من اللي هو طلبه. تعمل ايه معاه تاني عشان يرضى؟ بس خليني اقولك ان ده نفس اللي بيحصل بالظبط في علاقاتنا. ده نفس اللي انت بتعمله مع الناس اللي حواليك. تديلهم حاجات محدش طلبها منك، تدي حاجات محدش محتاجها منك، وترجع تزعل وتقول ليه بيعملوا معايا كده. عارف هما بيعملوا معاك كده ليه؟ لأن اللي انت قدمته لهم مش هو سبب سعادتهم، لأن اللي انت قدمته لهم بيأذيهم ويوجعهم، مش بيبسطهم زي ما انت كنت معتقد. فلازم تفهم ان اللي يسعدك ما يسعدش غيرك، اللي يبسطك ما يبسطش غيرك. مش كل حاجة انت شايفها حلوة ومناسبة تناسب غيرك. فخليك ذكي وادي بحكمة، وما تفرطش في العطاء بزيادة مع حد مش مدرك قيمة الحاجة اللي انت بتقدمها له، او انه حتى ما طلبهاش او مش محتاجها منك، او حتى مش فاهم قيمة اللي انت بتقدمه له من الاساس. لو حبيت تدي ادي، بس في الاول اعرف احتياجات الشخص اللي قدامك ايه. اعرف ايه اللي يسعده وايه اللي ما يسعدهوش. ما تديهوش حاجة هو مش محتاجها. فكر قبل ما تدي، يا ترى ايه اللي هيفرحه ويخليه يحس بقيمة الحاجة اللي انا هديها له؟ يا ترى ايه اللي هيسعده؟ فاكرين عايزة ورد يا ابراهيم مش كباب؟ اه، هو ده اللي يساعدها، الورد مش الكباب. الكباب مش هيساعدها، سعادتها في الورد. وحتى لو انت ما شفتش ان الورد ده ليه قيمة كبيرة، وشفت ان الكباب اغلى واقيم وهيفيدها اكتر، هو هيفيدها بس مش هيساعدها. فما تحاولش تسعد غيرك باللي يسعدك، لان اللي يسعدك ممكن ما يسعدنيش. ما تحاولش تدي غيرك حاجة مش فارقة معاه، ويمكن كمان بدل ما تفيده تضره وتأذيه وانت مش اخد بالك. وكله باسم الحب والعطاء والحنية والاحتواء. اعمل كده عشان تقدر تسعد كل الناس اللي بتحبهم وهم كمان يسعدوك. لو استفدت من الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير عشان كل الناس تستفيد، وكمان تشجعني ان اقدم لك كل ما هو مفيد. بحبكم في الله. هدية محمود.